صباح الخير. من نص ساعة انتهت جلسة التحقيق مع ثلاثي الزمالك المحجوز في الإمارات، شلبي دونجا عبد الواحد. تأجيل ليوم 29 ورفض تغريم الثلاثي حتى النطق ومعرفة الحكم الصادر ضدهم، مع التحفظ على الثلاثي. دي كارثة من الكوارث، يعني اللي أول مرة أشوف حاجة زي كده في حياتي في الكورة. مشكلة في ملعب داخل مستطيل أخضر تروح تتسيس بالطريقة دي. لمصلحة مين التعنت ضد نادي الزمالك؟ لمصلحة مين الضغوط اللي بتحصل على الزمالك؟ يعني عشان من كل ده عشان ما نكسبش الأهلي للمرة الثالثة على التوالي، عشان ما اخدش منه 2 سوبر في شهر. هيحصل، هندوسه على وش الأهلي ايا كان ايه اللي بيحصل. وانا بقول لكم عشان تعرفوا ان هو مجرد ضغط فقط لا غير، انه بعد السوبر تاني يوم الصبح الثلاثه هيخرجوا. بس هتبقى بايخه قوي بقى. لا، رغم كل ده ان شاء الله ده يكون حافز لنادي الزمالك، ان شاء الله يكون دافع كويس وقوي للعيبه انها تثأر لاخواتها المظلومين دول. فرد امني، في فرد امن بيروح يعني ينظم مباراة لابس لي تيشيرت احمر بتاع المنافس والغريم التقليدي بتاعي والمنافس الازلي ليا، وعمال تحتفل لي بجوال بيراميدز. انا معاك يا سيدي ان بيراميدز نادي اماراتي ماشي، بس انت برضو في اللحظة دي انت مسؤول، ما انتش مشجع. رايح تستفز وتتسبب في الغاء دخلة ليه؟ انت بتلغي دخلة ليه؟ تتسبب في الغاء دخلة ماتش بيراميدز ليه وتخلي الجمهور يوقف؟ بعدين تروح تستفز دونجا، بعدين تحتفل قدام دونجا. يعني انت كده مش طبيعي، انت كده حد مريض نفسي، انت مش فرد امن. فان شاء الله خير، وعاش لعيبه الزمالك، واحنا في ظهر مجلس الاداره ايا كان القرار اللي هياخده ايه، سواء هينسحب سواء هيكمل. ان شاء الله خير، وان شاء الله السوبر الثاني في اقل من شهر هيكون على حساب الغريم التقليدي بتاعي، وهندوس على وشهم. العاصمة منذ القدم الأبيض فيها قد حاكم. سالم القطعاني.